يا وني يا وني انت يا ساعدي بالنبي حتى اللي باصر ومقاطب صر ابنوا فيهم الشيب تفضل عنهم وأنصار بلال ابن حمامة ساعدي بالنبي حتى القوم اللي فات الرحمن ربي بشرهم بالرضوان أبو بكر عمر عثمان وسعد وسعيد وطلحة الزبير وعبد الرحمن عمر عمر عبيد ساعدي بالنبي حتى. عيشاته فنانة ودخلت على الفن، دخلت عليه يعني شي زين الضاي ما كان في قليمين، أنا نقولها بكل صراحة. وعيشاته موجوا بها الناس في الخارج الأفلام بصوتها مخلصة حتى هي، وشاركت مع فنانين في مرزوقة، وشاركت في قليميم، وشاركت في كل المناسبات، ولو يعني هي ما هي من الأوائل قاع الأوائل اللي كيف البشارة وكيف الحلا هذو، ولكن تلاحقت بالركب، تلاحقت به هي، ونشكرها على ذاك التعدي انت ذاك سمعته. وفنانة ما نقول عنها هلا عنها فنانة وتوفى. الرحمة يا سيد الابرار الخميس المرحوم البار. الرحمة يا سيد الابرار الخميس المرحوم. الرحمة يا سيد الابرار الخميس المرحوم البار. الرحمة يا سيد الابرار الرحمة يا سيد الابرار الخميس المرحوم البار. الرحمة يا سيد الابرار الخميس المرحوم. يا ربي ترحم عظامه، يا ربي ترحم عظامه، يا رب الشمس والقمر هو واخوته وعمامه تركت عليا وعمر الخميس المرحوم البار. الرحمة يا سيد الابرار الخميس المرحوم. واخوته وعمامه، واخوته وعمامه تركت عليا وعمر هو واخوته وعمامه تركت عليا وعمر الخميس المرحوم البار. احنا قالنا جمعيتي مدح للطرب الحساني منات عيشات، عندنا ضريق مسمين بها، فهمت؟ منين تعلمنا الفن؟ تعلمناه مع أمنا ومع أبونا، ورباونا صغارات وهما يمدحوا مدح الرسول، يمدحوه في المناسبات، في الأعياد، عيد المولود، ونقعدوا احنا حذاهم وتمونا نسمعوا ذاك المدح ويعلمونا. علمونا خبيط الطبل، وعلمونا مدح الرسول صلى الله عليه وسلم. تمينا في ذاك الميدان معاهم صغيراتين، تعلمنا الحمد لله، ولحقنا عدنا في أعمارنا تعود شي 20 سنة والله ذاك، وعدنا نمشوا معاهم البليدات من مرات، من الجمعة للجمعة ديما يمدحوا في الدار ويجونا الناس. وفي هذه الدشرة اللي انتم فيها اليوم إن قال لها تغمرت، ربينا فيها ورباونا هم فيها ويمدحوا وإحنا قاعدين معاهم ونتصنتوا، يعني تعلمنا من عندهم الحمد لله. منات عيشاتها قبضوا اسم والدتهم المرحومة عيشاتها، ولكن في الأصل هما منات رباح. رباح هو أب الأسرة، هو الأب الروحي للأسرة، هو المداح الأصلي، هو اللي كون الأسرة، هو اللي كون عيشاتها نفسها. وبالتالي أنها كان على الأسرة مثلا تقبض اسم رباح، ولكن الإشهار والتقريب والانفتاح على المجتمع بشكل كبير وعلى الأدوات الموسيقية الحديثة وعلى مدن أخرى جاء في السنوات الأخيرة اللي عادت عيشاتها تمدح ورباح توفى.
وهون باش استطاعت عيشتها أنا حاضرة في المشهد أكثر من حياة رباح، وقبضت المجموعة اسم أمنة عيشتها، ولكن يبقى رباح هو الأب الروحي للأسرة، هو المداح الأصلي. المهم في هذه المجموعة بأنها مارست المدح في الواحات انطلاقا من تيغمرت، كانت دار المدح، وهذا يعطينا إشارة هون فاش بدينا أن مجموعة بشرية، مجموعة معينة تمدح، وهناك من يستهلك هذا الغناء. هون فاش نتكلموا كيفاش البيضان بدأوا يعودوا في الواحات من مجموعات بشرية في الوقت اللي عندنا أيضا تاريخ من الثقافة الأمازيغية في المنطقة. منين توفى الوالد بقينا احنا مع أمنا، ولكن ذاك المدح اللي يقولوا هما احنا تعلمناه الحمد لله، وخالق مدح الرسول نوع من المدح زين عندهم، هم ديما يقولوا بويا مدحة منهم الأولى منهم نبينا المصطفى تنال بك الرجاء. نبينا المصطفى تنال بك الرجاء. يقول مولي يا وني انت يا سعدي بالنبي حتى يا وني انت ساعدي بالنبي حتى سعدي باللي ما يشك شر. يجيه المقصور ويا جمار وعضبوا فيهم هم يزنوا وتار تصر وحده جيش مكاشر وعسير صمته ساعدي بالنبي حتى هذا المدحات اللي زينين عندي أنا سمعتهم تعلمتهم عند الوالد وشبت بهم بزاف. غير هو يقول المدح تبارك الله، وهي اللي تقول المدح الوالدة، وتعلمنا عندهم الحمد لله بما يكفي. رباح زوج عيشته راجل طيب ويمدح النبي صلى الله عليه وسلم، ومعروف مدحاته الزينات. تلاك سمعته كان في قليميم كان من الناس الأوائل اللي يمدحوا النبي صلى الله عليه وسلم. واكبر من ذلك المهرجانات اللي خلقوا فقدير ما خالق مهرجان ما يشارك فيه. تلاك سمعته وعنده ما يعطي، عنده باطل، عنده لمدح النبي صلى الله عليه وسلم. تلاك سمعته وعنده مسائل ايش نقول لك شو نقول له لمدح الساحل. فهمتني؟ يعني قابلوا الشمال والجنوب، يعني أقدير طريق فيه مهرجانات يجوا من احتمل طقطقة جبل يجي، ويجوا من الصحراء، ويجوا من الشرق. تلاك سمعته وفي هذا المعنى هذا تلاك سمعته عنه هو من الناس اللي هم ناشين المدح النبي صلى الله عليه وسلم، ومعروف على الصعيد الوطني ومعروف على الصعيد الخليجي. محمد البشر محمد البشر ليس كالبشر بل هو يقوتة والناس كالحجر. محمد البشر ليس كالبشر بل هو يقوتة والناس كالحجر. منين توفات الوالدة عندنا احنا كونا مولي فرقة اللي هي حاضرة في ذا العصر التالي، فيها الجيتار وفيها لورج وفيها التيدينيت وفيها الطبل وفيها نوع من الثورات يقولوا القدرة. بها اللي القدرة كانت في هذه الدشرة اللي هي اللي كانوا يعدلوا في الأعراس، هي والطبل. ذلك عادة تنقارض بها اللي الجيتار والجد وذي الآلات وجدوا عادة الناس عصرات عندنا احنا ندوها معنا للخارج وندوها للمهرجانات في الوطن هون في المغرب، وندوها برا معانا وعاجب الناس، عاجبتهم القدرة قبال.
الماح وانا ماني تارك الافراح الا انا لا يمي يا الماح ميمونة ولا انا لا يمي الماح بذرعت ذاك تيجراح اللي انا لا يمي الماح من الغيود تركت ولا الماح ابوكم يا الغيد البيت علنا لمي الماح لو ياسر من الغيود تركت ولا انا ربكم يا لقيت بيت ساحل انا لا يمي الماء. رقص القدرة في شكلها العام هي عبارة عن مسرح قائم الذات. هناك ما يسمى بالقارة، الشكل الدائري، لاغوغا جاي من لاغوغا أي الساحة ذات الشكل الدائري، يشكلها رجال خصوصا ما يسمى بالعزاب، يتوسطهم نقار أي الذي يقوم بعملية النقر على آلات القدرة باستعمال قضيبين خشبيين يسميان بالمغازل، يقوم بالنقر على آلة القدرة أي الآلة المصنوعة من الطين المغلف بالجلد. هذا النقار هو بمثابة المايسترو، هو الذي ينسق لعملية الرقص في مختلف جولاتها، ينسق ويظل متناسقا في كل حركاته والعمليات التي يقوم بها مع الراقصة التي تقوم بعملية الرقص في رقصة القدرة، ولكن بناء على إيقاعات وبناء على ما يسمى بالحمايات التي يقوم الحاضرون بترديدها بشكل متصاعد. لا يسمح للنقار بأن يتهاون أو في عملية تنسيقاته، وإذا ما اكتشف الحاضرون تقصيرا من أوعية فإنهم ينبهونه بحماية مشهورة جدا يقولون فيها وويل النقار إلا جاءت فطيمة الغزال. وفطيمة الغزال هذه هي راقصة مشهورة في الصحراء ومشهود لها بأنها تصيب أي نقار بالإرهاق، لأنها لها قدرة عالية على الرقص، والرقص قد يطول مثلما قد يقصر في رقص القدر حسب الجولات وحسب السياق الذي تمارس فيه رقص القدر. موسيقى البيضان هي أيضا محاكاة للثقافة العامة لعالم الصحراء أيضا، وهي نتاج لعدد من المشارب الثقافية التي أثر فيها عالم الصحراء وانهلها مكوناتها الثقافية والاجتماعية. لذلك نجد هناك مكونات من عالم الأمازيغ، من عالم الزنج الإفريقي، ومكونات عربية أيضا، ويظهر ذلك مباشرة في المسافات الإيقاعية والموسيقية، في طريقة الأداء وفي اللحن وفي الآلة الطربية. أريد أن أؤكد أيضا على قضية جوهرية، وهي أنه إذا كان فعلا الإيجيو رديفا للأمير في موريتانيا الحالية، فإن المعطيات الخاصة بثقافة البيضان في ذاكرتها الجماعية باعتبارها معطى متوارثا عبر الحفظ والاستظهار،
فإن هناك عدد من الشعراء والمتذوقين الكبار ينتمون إلى الروح المنطقة المغرب الصحراوي، رقيبات، أيتوسا، يزرقيين، أولاد دليم، أيت الحسن، وأولاد تدرارين وغيرهم. بالتالي فإن المحيط الثقافي يتجاوز التقطيع الترابي الخاص بمنطقة شنقيط أو موريتانيا الحالية. إذن عالم يكون فيه تداخل من التذوق والأداء والفضاءات اللحنية والمقامية التي تجاوز أيضا هذا المحطة الخاصة بالمجال الترابي لشنقيط. هناك مسألة إشكالية بالنسبة للقدرة، وهي أنها قليل من الملاحظين ينتبهون لأنها تنغلق أساسا على مفردات عربية. محيطها الجغرافي منطقة وادنون مركزيا، وباني، ووادي ضرعة، ومع ذلك هناك قبائل ناطقة بالأمازيغية تاش الحيد، ويؤدون الأهازيج بالشلحة، وعندما يمرون لتأدية الطقس الاحتفالي للقدرة يؤدونه بالعربية. هذه إشكالية جوهرية مع أنها لم تتجاوز محيط وادي ضرعة، وبقيت مع ذلك تنغلق على هذا المعطى اللغوي الذي لم نجد لحد الساعة إجابات شافية. القدرة في نهاية الثلاثينات والأربعينات والخمسينات خصوصا كان هناك عدد من الضباط الشؤون الأهلية خصوصا بقليميم كانوا يحسون بالملل، واكتشفوا في فضاء القدرة وطقسها الاحتفالي فضاء ماجنا أثثوا من خلاله صورا خاصة بالمرأة وبإيماءات الجسد، وحورها من معطاها الاحتفالي والطقس الخاص بها، وظهرت عدد من الانزياحات الماجنة خاصة بالفونتاسماغوريا الخاصة بهؤلاء الضباط الأجانب. لهذا سيظهر هناك ميول إيحائي جنسي خارج عن أداء القدرة في طقسها الاحتفالي، ستظهر في لوحات مثلا أمبرين دو روشمون، ستظهر في لوحات لوغرون، وفي لوحات جاك مونتيل، ونسبيا في لوحات أيضا جاك ماجوريل. ولكن ثوراتنا مع أننا مخلينها، لا بد منا من مدح النبي، ولا بد لنا من الأشوار، ولا بد لنا من النحاية، ولا بد لنا من شيء عادي قال له جاكوار، وشيء قال له سبينيات، وشيء عادي قال له قصار قاع تقليدي. يا غار زدنا احنا على ذاك الخلا وانه زدنا عليه ياسر من المسائل اللي هي محتاج هذا العصر التالي. يا غار حتى التقليدي مولي من يبغوا التقليدي نعدلوا لهم مولي. الحمد لله كونت فرقة فيها الطافلات وفيها المعايد، الحمد لله تعلموا ياسر من المسائل اللي ما كانوا يعرفوا، علمتهم ياسر. الحمد لله تكونت الفرقة وزيانت وعلمنا الطافلات وعلمنا المعايل، وعادوا يعرفوا ياسر من المسائل الزينة، يغنوا العصري ويغنوا التقليدي، فهمت؟ وعدنا نمرقوا بهم الكل بلد، نمشي بهم الكل بلد ونمشوا المهرجانات ونمشوا الحمد لله، والتسع ذا وعاد زين ما شاء الله الحمد لله. ايوه وضريك انا اللي بيمشي بتقاعف ذا ذي الناس اللي معايا باغيتهم يتعلموا ورايا منين، يعود من جيل لجيل ويتسع الثورات الحسانية ويتسع الجمهور يعرف المسائل اللي هي باغي كامل، تعود ذيك الفرقة عارفته من شي طلبوا كامل للجمهور، تعود الفرقة عارفته تقولوا وتعدلوا، والحمد لله راعينا ماشيين في ذا الميدان الحمد لله. ما خلينا من شاء الله دولة ما قسناها في داخل الوطن تبارك الله، من طنجة إلى القويرة إن شاء الله، ومن فماتيها بدينا في فرنسا أول مهرجان عدلنا في فرنسا، وعدلنا واحد في هولندا في أمستردام، وعدلنا واحد في أمريكا، 2 عدلناهم في أمريكا، وعدلنا واحد في كوريا فوتنا فيها 2.5 شهر في كوريا. منين جينا اللي هو المغرب رجعنا مولي البرتغال 2 مرات، وقسنا الدنمارك 2 مرات،
وقصنا بلجيكا بروكسال 3 مرات، وقصنا اسبانيا في مدريد وفي برشلونة عدة مرات، وقصنا الحمد لله فرنسا مولي عدة مرات، ولا خلينا دولة ما قصناها تبارك الله. وقصنا الإمارات، وقصنا الكويت، وقصنا هذا قطر، وقصنا السليقان، ولا خلينا ما شاء الله بلد ما جلنا فيه. أنا راضية بذا الفن وراضية بذا الميدان اللي أنا فيه. أنا بي اللي كبرت به، والدي كبروني بذا الميدان وربيت فيه، وربيت فيه مولي وليداتي، وربيت فيه مناتي، وربيت فيه فرقتي الحمد لله. نبغوا الموسيقى اللي نخبطوا احنا ويخبطوا الموسيقيين كاملين يعودوا عارفين موسيقتنا، وإحنا نعودوا عارفين موسيقتهم. احنا نقدوا هنا هذا الشباب الصغير يقد يغني موسيقتهم هم ويخبطها ويغنيها، ولكن منين نعودوا في مسابقة ونبغوهم هم يخبطوا لنا، ما نجبروا حد يخبط لنا من موسيقتهم هم، يا كانهم يقدوا يعرفوا غنانا. سمعت؟ ومن وراء ذاك بغينا الاهتمام في الموسيقى الصحراوية تعود متقدمة وتعود مهتم بها، وإحنا الحمد لله إلا واحد من طنجة إلى القويرة واحد كامل. نبغوا الاهتمام في موسيقتنا، نبغوها تنجح، نبغوها تعود متقدمة، تعود معلوم بها.